هلا بالزاير، هلا بالزاير. سلام. عليكم السلام، يا هلا بزوار ابو عبد الله، يا هلا ومية هلا بالايرانيه. العراق عراقكم واحنا خدامكم، تفضلوا تفضلوا. ارتاحوا، كل شيء راح اجهزه لكم. كرار ابني جهز الحمام، خليه يتحممون. ايمن حبيبي قول لهم خلي تجهز الغداء بسرعه، الزوار جوعانين. تحمموا وارتاحوا، هسه اجيب لكم الغداء. خويا احنا عرب مو عايم نفتهم شو تقول. انتوا عرب؟ ايه احنا عرب من الحواز ونفتخر بعروبتنا، وهم عندنا عشاير وطوايف مثلكم. يا هلا ومية هلا على راسي، انتم اهل الاهواز. يا هلا بزوار ابا عبد الله. تفضل اشرب. احسنت، رحم الله والديك. حار ما عندكم يخ؟ يخ؟ يخ يعني شنو؟ ما فهمت. يخ خاطر يبرد. ها قصدك ثلج؟ ايه. ويا من جيت وحدك لو وياك احد؟ والله احنا جينا خانوادقي بس ضلوا بنا جفانا جيت الكربله. خانوادقي يعني شنو؟ يعني ويا الاهل. اقول لك خويا اليوم كان شنبه. ما فهمت قصدك. يعني اليوم شنو؟ سبت احد؟ ها اليوم الاثنين، بغن 4 ايام على الاربعينيه. ها خويا خير شكو عسى ما شر؟ لا ماكو شي سلامتك، بس شوي راحت على صاحبي مقير بالمرز، وايد دقيت عليه يلا رد على تماسي، يقول وايد شلوغ. والله يا اخوي الصراحه ما فهمت شي من حكيك. عندي ملاحظه صغيره حاب اقول لك اياها واتمنى ما تزعل من عندي. لا بخدمتك تفضل. خليني اقعد يمك. انتم اهل الاهواز اخواننا واحنا نحبكم، وانا اصغر من اني اكون بمكان اعلمكم بيه، بس مثل ما تقولون احنا عرب ونفتخر بعروبتنا، حكيكم مخلوط ومو كلش واضح. أنا أدري أنه أنتم عايشين بدولة اللغة الأصلية بها فارسية ودراستكم فارسية، وطبيعي هذا الشيء راح يأثر على طريقة حكيكم، بس إذا تحجون بلهجتكم الجميلة وتستعملون كلمات عربية برأيي راح يكون أفضل وأجمل، لأن إحنا وايد نحب لهجتكم. إيه عدل، بس أهم شيء النية. إحنا هناك واحد يفتهم على الثانية، ما عندنا مشكلة. إذا أنتم بتعرفون تحجون بلغة ثانية هذا الشيء كلش حلو، بس لازم تحافظون على لغتكم. إذا ما حافظتوا عليها جيل ورا جيل راح تنسي،